تجي من الجامعة وقبل تنام بالمكياج، وبعدين تجيني والله أنا طلعت لي حبوب ببشرتي. طبعا تطلع لك حبوب ببشرتك إذا أنت المكياج خالته 6 ساعات وتجين قبل تنامين. بس قولي لي شو مقصر وياش مزيل المكياج، ولا تقولي لي يخلص المزيل بسرعة. المزيل مال المكياج مال روزيلا 400 مل، وحتى قطنها مسوولك. يعني بكل سهولة تجيبي لي هاي القطنات وتخلي لي فوقها مزيل المكياج، وتسحبي لي أول قطنة وتخلي لي إياها على عينك. حنخليها ثواني بس حتى نموع المسكارة. بكل سهولة تلقين المسكارة كلها انشالت. تجينا بظهر القطنة تأكدين انه ما بقت ولا اثر مسكارة، وبس قولي لي هذا سحر لو مو سحر. وبس شوفي لي شلون ينظف البشرة بكل سهولة. دشوفين لو ما دشوفين، هذا كله بس على مود ما يأنبش ضميرك وهمين لا تتحسس بشرتك. اللي حد هسه بقطنتين شلنا 3/4 مكياج الوجه، بقت لنا بس هاي العين. نرجع ناخذ قطنه نظيفه وهم نخليها على المسكارة على مود تذوب لنا المسكارة حتى لا تتقطع رموشنا ولا تتأذى عيوننا. واهم شي لا تضغطون بحركه دائريه خفيفه على خفه ايدكم. وهسه شوفوا لي النظافه على اصولها. نجيب القطنه الرابعه على مود نتاكد انه ما راح يبقى اي شي بالمسامات. لازم نشيل اخر ذرة مكياج. هاي اخر قطمة للتأكيد، لان اني من الناس اللي كلش تحب تدقق على بشرتها. هم حتى اشوفكم انه المسلر قد تنظيفه قوي. وهاي الاثار بدنا نشيلها لمود ما يبقى اي شيء بالمسامات. وهسه ورا ما تاكدتوا انه بشرتكم صارت نظيفه تقدرون تكتفون لحد هاي الخطوه. بس انا شخصيا اغسل بالغسول على مود يصير التنظيف مزدوج وعلى مود ما تبقى ولا ذره مكياج، لان كل شيء ولا تطلع حبوب ببشرتنا. المسلر والقطن اللي استخدمتهم من روزيلا، واهم شيء انه هو يناسب كل انواع البشره وحتى البشرات الحساسه، لان انا بشرتي تعتبر ان البشرات جدا حساسه وبنفس الوقت معرضه للحبوب. بس هذا المسلر هاي ثاني علبه استخدمها من عند والمني لان ما بي كحول. اكيد القطن اللي مسوي لكم اياها همينه ناعم وما يخدش البشره، موجودين بكل الكوزمتيك والصيدليات.